الحمد لله رب العالمين، حمد الذاكرين الشاكرين المنيبين إلى ربهم والمستغفرين. الحمد لله الذي اصطفى حملة الكتاب من العباد وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي القرب خير من علم القرآن وتلاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحائزين خصلات السبق في تلاوة هذا القرآن حق التلاوة، في تدبر معانيه ورعاية حرمته وجلالته. في هذا الجمع المبارك يومكم وفي هذه الليلة المباركة، نسأل الله أن يجعلها ليلة القدر وأن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. في هذا الجمع المبارك نجتمع اليوم بإذن الله عز وجل لتكريم أو لتحفيز طلبة القرآن وحفظة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء أبناء، هؤلاء الناشئة، هؤلاء جيل الغد، هؤلاء الذين يجب أن نحرص عليهم أن يكونوا فرسانا يذودون ويفهم معاني كلام الله جل وعلا مما أنزله في آياته وفي كتابه سبحانه وتعالى. لهذا كان الغراس الحسن والغراس الذي يقوي شوكة الأمة هو أن نعلم أبناءنا كلام الله عز وجل. علم ابنك يا عبد الله كلام الله عز وجل. احرص على أن يكون من ذريتك من يحمل كلام رب العالمين. لذا أنا قلت وأعيده، يجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون ولو عنده ابن من أبناء حامل كلام الله جل وعلا وحافظ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لما يسمع الولي أن الابن إذا حفظ كلام الله جل وعلا يكسى والداه كلة يوم القيامة، فيقول الوالدان بما كسينا هذا يا رب؟ فيقول الله جل وعلا بأخذ ولدكما للقرآن، بأخذ ولدكما للقرآن. فإن بركة القرآن متعدية يا عباد الله، بركة كلام الله عز وجل متعدية ونافعة للأمة. ثم يأتي بعد ذلك وصية لأبنائنا، الوصية التي أوصي بها كل حافظ كلام الله وغير حافظ، كل تالي لكلام الله عز وجل وغير تالي، لا تهجر كلام رب العالمين. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تهجر كلام رب العالمين ولو كنت غير حافظ، فإن كنت حافظا فزد من أن تحرص وتتعهد القرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام تعهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. القرآن يتفلت فيذهب من صاحبه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتلو آية قال ذكرني آية قد نسيتها. فلهذا يكون علينا اجتماع أن نحرص على كلام الله عز وجل وتعليم أبنائنا. وهذا الجمع اليوم المبارك إنما جعلناه لتكريم هذه الناشئة أولاد الصغار، ولم نحرم أحدا، الحمد لله لم نحرم أحدا من تكريم الأولاد. تعمد درس القرآن كلهم سيكرمون بإذن الله عز وجل. الحافظ اللي عنده عدد أحساب كثيرة، واللي عنده 30 واللي عنده 25، عنده اللي حتى اللي عنده حزبين وحزب واحد يكرم بإذن الله عز وجل، فيكون تحفيزا لهم بالثبات على هذا الطريق وهو حفظ كلام الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يعينهم على حفظ كلام الله عز وجل حتى ونبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلا قارئ القرآن سيبحث عنك يوم القيامة. افعل لوالدك ما تشاء، ابن له البصر، اشتري له السيارات، افعل له ما تشاء، سيفر منك يوم القيامة. إلا حامل القرآن سيبحث عنك يوم القيامة. لماذا يبحث عنك يوم القيامة؟ كي يلبسك تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. توضيح فيما يخص تكريم الطلبة. الطلبة قسمناهم إلى 3 فئات. فئة من 45 حزب ل 30 حزب، فئة من 30 حزب ل 15 حزب، فئة من 15 حزب ما نقولوش الحزب حتى قل أعوذ برب الناس. اللي راه قرأ سورة قل أعوذ برب الناس سوف نشجعه، إن لم أقل أكرمه، سوف نشجعه لعل وعسى بهذا التشجيع سينال إن شاء الله عز وجل قراءة القرآن.
قلت له عمي حميد العدد كبير في المدرسة القرآنية، أردنا أن نكرم الطلبة ولكني خايف. قال لي اتكل على ربي إن الله معنا. قلت له ونعم الاتكال، اتكل على ربي. توجهت إلى الشيخ عنتر وأمامي، قلت له الشيخ واش كاين واش كاين واش كاين.